السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابي لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة. كتابة التعبير الكتابي لقصيدة وذي رحيم، الصفحة 175. للأعياد آثار كبيرة في حياتنا، أكتب موضوعا أصف فيه يوما من أيام العيد، مبرزا دور هذه الأعياد في توثيق صلة الرحم بين الناس وأثر هذه الصلة في الفرد والمجتمع. النص: يوم البهجة والسرور، يوم السعادة والفرح، يوم الطفولة البريئة. يشرق علينا شمس المرح واللعب، ناشرة أشعة البسمات والضحكات التي تملأ البيوت، سعادة لتتبادل التهاني والمعايدات، ولتقول كل عام وأنتم بخير. جاء يوم البشر حاملا معه شذا الروائح الشهية بين الأحياء الشعبية، رائحة الكعك المفعمة باليانسون، رائحة القهوة الممزوجة بحب الهال التي تزكم الأنوف، يوم تبدو ملائكة الرحمة بأبهى حلة، يرتدون الثياب الجميلة ذات الألوان المتعددة ليذهبوا إلى الألعاب، وهناك تراهم حول بائع الحلوى كالنحلات التي تجتمع على قطعة سكر أو زهرة لتمتص رحيقها فتقدمه عسلا شهيا، كما تقدم الطفولة سمة البراءة والنقاء والنفوس. فما أجمل هتافاتهم عندما ترتفع وهم يركبون بالأراجيح فيرددون العبارات بقلوب غامرتها السعادة. وفي أيام العيد يلتم شمل الأسرة بعد أشهر أنهكتها متاعب الحياة في كسب المعيشة، وتجتمع في بيت الجد يتبادلون التهاني ويتسامرون أجمل القصص والحكاية، ويعطون الأطفال الهدايا القيمة، وبذلك تقوى الروابط الاجتماعية بصلة الأرحام. فهذا اليوم يعرف الأخ أخاه، ويتزاور الأقارب، يطوون صفحة من التباغض والأحقاد التي ورثتها الأيام والسنون، لتشرق صفحة ناصعة البياض ملؤها التسامح والمودة بينهم،
ولعل أعظم الآثار العظيمة لصلة الأرحام نيل رضا الله عز وجل والفوز بالمراتب العالية في جنات النعيم، كما وتزرع بذور الإيمان باليوم الآخر، وتزيد البركة في العمر والرزق، وتدفع البلاء والشدائد ومصائب الدهر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الأرحام تعزز الروابط المعنوية في المجتمع، وتقوي روابط المحبة بين الناس، وتجعل كل فرد يشعر بقيمته فتدفعه إلى العمل والعطاء وفعل الخير. وهكذا نرى أن حرف العيد تجمع بين طياته الفرح والحب، تجدد للنفس سعادتها كل عام، وتصقلها بالأخلاق والقيم. طلابي، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.